تفتكروا في حلقة أبو حنيفة، لما كان أبو حنيفة كنت بقول لكم كان قاعد بيدي درس، وكان من ضمن الحضور واحد شكله واضح عليه ان هو مش معاه فلوس، ان هو مش لاقي فلوس يجيب لبس كويس يلبسه. فابو حنيفة شاله كده 1000 درهم تحت السجادة، واستنى لما درس خلص والناس بدأت تقوم قال له استنى انت. فلما راح له بيديله الفلوس بيقول له روح جيب لك لبس كويس. قام قايل له راجل طلع غني ومعاه فلوس، قال له انا معايا فلوس والله، ده انا ما بعملش كده قاصد، اصل مش هي دي يعني الحاجة المهمة اللي انا هعملها. قام ساعتها ابو حنيفه فكروا بالحديث اللي بيقول فيه عليه الصلاه والسلام ان الله يحب ان ترى اثر نعمته على عبده، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. مش متذكره الصياغه بالظبط، بس المعنى يعني ان دي حاجه من الحاجات اللي ربنا يحب يشوفها على عباده. وقال له ساعتها انك انت بمظهرك اللي مش ولا بد ده، انت يعني حزنتني على حالك، فانك انت تخلي حد تاني يحزن على حالك ده من الحاجات اللي مش محبوبه في الاسلام. زي بالظبط اللي بيدخلوا السرور على قلب مؤمن. دي حاجه من الحاجات اللي اجرها عظيم يعني. فبالعكس برضو لو انت قلقت الناس عليك وانت ما فيش داعي، يعني انت ربنا يكون مديك فلوس، مديك نعمة تقدر انك انت تخلي شكلك افضل، بس انت لا، ما تعملش كده بمزاجك. فاللي قدامك يفهم غلط انك انت يا عيني حالك حزين وكرب، ويقعد بقى يفكر فيك ويشيل هم. الناس دي موجودة لسه على فكرة يعني، هم قليلين بس هم موجودين. مساء الفل عليكم. الاول انا النهارده عايزه اتكلم معاكم عن شويه حاجات اتعلمتها مؤخرا، كانت هتفرق معايا كتير قوي لو كنت اتعلمتها وانا اصغر من كده شويه يعني. تاني حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اتكلم معاكم عنها هي انك انت تقبل الهديه او تقبل الخدمه من حد. ما تخافش، يعني انت يعني مثلا انت عارف ان فلان ده اول اسبوع في الشهر وبعد كده شكرا مرتبه ضاع وتلاجته بتبقى فاضيه، انت عارف المعلومه دي، وتلاقيه مثلا عامل عزومه وجايب لك اكل محترم جدا، فانت تقول يعني هو اولى، لا انا مش هقبلها، خساره فيا. يعني انت بتبقى عايز خايف عليه احسن هو الاكل ده ينفعه بعدين، وتستخسر في نفسك وترفض. لا، ما تخافوش ما تخافوش، اقبلوا الهديه ومطمنوا عليه. اصلا الصدقات والاطعام دي حاجه بتامنكم، يعني اللي يكون معاه فلوس قليله ويطلع صدقه ده بيأمن نفسه، ان هو لما برضو زي ما هو ادى للناس دي فلوس وهم ما كانوش عاملين حسابها، برضو هو ربنا يرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ما تقلقوش على الناس دي، قبلوا الهديه، ودي حاجه يعني انتوا كده اللي بتعملوا فيهم خدمه اصلا، يعني الحاجات دي اجرها كبير وربنا بيبقى شايفها وبيردها اضعاف مضاعفه. تمام، فما تخافوش عليهم واقبلوها، وربنا هيعوضهم وهيقدركم انتوا كمان تعملوا زيهم ان شاء الله. كنت قريت مقال كده زمان كانوا بيقول من الحاجات اللي بتخليك تعرف تتحاور كويس او تتعامل كويس مع الناس انك انت تسمح لهم ان هم يحتفظوا بماء وجههم. لما يكون في خناقه تسمح للي قدامك ان هو ما يبقاش محرج قوي. فانا تقريبا فهمت غلط. انا كان عندي تصور لحد فتره قريبه جدا ان الناس الغلطانه بتبقى فاهمه ان هي غلطانه، بس هي بتقعد تقاوح بس كده علشان تحفظ ماء وجهها، فانا بسكت علشان اسمح لهم ان هم يحفظوا ماء وجههم وما يتحرجوش. لكن انا ببقى فاهمه ان هم عارفين طبعا ان هم غلطانين، ان هم بيقولوا كده بس من الاحراج. للاسف الناس دي ما بتبقاش فاهمه ان هي غلطانه فعلا، وانت لازم تصلح للي قدامك. يعني لما حد يرمي عليك سيل اتهامات كده، صلح للي قدامك. لو انت يعني فعلا حقيقي ما عملتش الكلام ده، صلح للي قدامك، قول الحقيقة بالظبط، وضح الصورة. الكلام مهم بيوضح الدنيا، يعني انت ممكن بكلمة تعدل دماغ بني آدم. انت تستهونوش او ما تسمحوش للي قدامكم ان هو يصدق نفسه، لان الناس لما بتكرر الكلام بتصدقه والحياة بتضيع. يعني زي اللي بيحصل دلوقتي، يعني بيحاولوا يسرقوا الثقافة العربية والثقافة الفلسطينية وبيصدقوا نفسهم والكلام من بق بني آدم كذاب. كان بيعترف كده في لحظة صفا لحد قريب، كان بيقول إن هو لازم قبل ما يكذب يصدق الكذبة قوي ويعيشها علشان يعرف يكذب واللي قدامه يصدقه. فلا، وقفوا الناس دي عند حدها. لما حد يجي يقول كلام ما حصلش او يتهمك انت بحاجة، ما تسكتش على اساس ان هو عارف بس هو محرج. لا، هو ما بيبقاش عارف. طب انتوا لما بتيجوا مثلا يحصل لبش خناقه بينك وبين حد، وانت بيكون جواك كده احساس ان انت عايز تروح تصالح البني ادم ده، بس قاعد لسه متردد وحاسس بالذنب شويه صغنطاطين، لو جه الراجل ده او الست دي، الراجل ايه اللي لو جه بقى البني ادم ده
وجه يعتذر لك وكان حاسس بالندم جدا وكان نفسه ان انت تسامحه، بذمتك شويه الندم اللي عندك دول مش هتلاقيهم اتبخروا؟ ده انت ممكن تتنطط عليه كمان وتعيش في دور اللي قلنا ولا انت جرحتني ومش عارف ايه. ما انت اصلا كنت رايح تعتذر وانت عارف ان انت غلطان انت كمان. بس لما بتلاقي اللي قدامك ساكت او هو اللي بيعتذر او هو اللي حاسس بالذنب قوي، انت بتقول لا ده انا شكلي انا كده فهمت غلط، ده هو اللي غلطان في حقي. ف الاسلوب يعني انا مش عارفه انا وصلت الفكره ولا لا، بس انا اقصد ان حطوا ان اللي غلطان لازم تفهمه ان هو غلطان، لان اوقات كتير ما بيكونوش فاهمين فعلا. وانت بسكوتك وبدرتك بالاعتذار وانت مش غلطان كفايه، يعني حتى مش نص الغلط، الموضوع بيتفهم غلط، ومرة على مرة بتطلع انت في الاخر الشرير في رواية كلهم وهم الملايكة، لانك انت بتسكت وما بتوضحش الامور. كلام مهم، كلام مهم، صلح بيه. صلح بيه اللي بيتقال، ما تعديهاش، ما تعديش كذب، ما تعديش كذب بيتقال، لانه مع الوقت بيكون حقيقة. تمام. مثلا انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده والله، بس يعني الشيء بالشيء يذكر. دلوقتي الراجل اللي هو طليق المطربه بوسي، لما راح لف على الصحفيين وكلمهم عشان عايز يطلعها ترند ويطلع ان هي يعني ست مش كويسه وما وقفتش معاه رغم ان هو ثبته ومراته ام العيال، وراح مش عارف دفع لها ايه واتسجن بسببها وهي نكرته. واللي اسمه عامل والاستاذ اللي اسمه خالد شاهين كان عامل فيديو بيقول انا لسه قافل معاه دلوقتي وبوسي عملت وسوت، وواضح جدا يعني ان الكلام فعلا لسه سخن في ودنه. فبيرد على الناس اللي بيقولوا احسن في الكومنتات، كانوا بيقولوا احسن عشان يبقى يسيب مراته وعياله ومش عارف ويروح يجري ورا واحده تانية. ردد عليهم بيقول لهم هو كل واحد هيتجوز تاني هيبقى غلطان. انتوا محسسيني ان هو مراته الاولانيه كان سيبها في الشارع، دي قاعده في فيلا ومعاها خدم وحشم. يا محترم يا محترم، هي اللي بتخرج من بيت اهلها بتبقى عايزه تتجوز واحد عشان يجيب لها خدم وحشم، ما يغور هو بالخدم والحشم بتوعه، هي بتجي شريك حياه حاجه تانية خالص غير الخدم والحشم اللي هي اصلا عمرها ما احتاجتهم في بيت ابوها وامها. انت فاهم غلط، انت فاهم غلط. وبعدين هو الجواز التاني حلال، لان هي طبعا هو خاف الا يقصد في اليتامى طبعا وهيعدل ما بينهم طبعا، في الجواز التاني حلال طبعا. يروح يتجوز هو عشان يوصل لمرحله الجواز مع الفنانه بوسي، هل راح خطبها صالونات مثلا، ولا اضطر ان هو يعرفها قبل الجواز ويكلمها ويهتم بيها، وطبعا ده اثر على اهتمامه بمراته وهي يعني فاكره مشغول ورايح طالع على اكل عيشه عشان يعرف يجيب لها الخدم والحشم وهي مش حاسه بيه الهانم. وهو على الناحيه التانية رايح عنده اوبشنز تانية تضرب دماغها في الحيط دي. طب ما هو ده عدد، طب ما هو ده ظلم. وانت رايح فين؟ انا رايح عند ابراهيم صاحب سلوم وبتولد مش، طب ما هو ده كذب. طب على فكره يا جماعه، معلومه صغيره على المشي كده، في ناس كتير ما تعرفش ان الكذب على راس الكبائر، على راس الكبائر. فانت بتقولي عشان هوصل للحلال همر بكل الهم الاسود اللي انت عملته ده؟ حلال ايه يا عم؟ ما تصلوا على النبي كده. وخدم وحشم ايه يا فندم، يا استاذ خالد يا فندم، مش عايزين نغلط. المهم فالكلام ده لازم يترد عليه بصراحه، يعني ده لما بينتشر الناس بتصدقه، وخصوصا الناس اللي عايزه تصدق ده. اوكي. خامس حاجه، ولا مش فاكره دي الحاجه رقم كام، بس انا فهمتها متاخر قوي، ان فعلا للاسف يعني في الاسف الشديد الحقوق تنتزع. ما تخافوش تقولوا لا على حاجه انتوا مش عايزين تعملوها او مش مرتاحين فيها او مبوظالكوا حياتكم. اصلا هيحصل حاجه من الاتنين لما ترفض حاجه انت مش عايزه تحصل ومبوظالك حياتك ومحرج ترفضها. حاجه من الاتنين، اللي انت خايف منه مثلا ان الناس دي مثلا تزعل وتختفي من حياتك. طب ما هم اساسا موجودين بس يعني علشان ياخدوا حق مش حقهم. هم ما فكروش فيك اساسا، فيعني لو مش موجودين اوكي، فهم لو مش موجودين خلاص، هم اللي مختارين، هم مش عايزين يكونوا موجودين في حياتك الا بحاجه معينه هتدمر حياتك انت، يبقى الناس دي ما تحبكش اساسا من الاول. اوكي. يا اما الناس دي يا اما الناس اللي انت خايف تقول ترفض في وشهم دول وتاخد حقك من بق الاسد، هيتقبلوا ان انت هيتفهموا ان انت عايز حقك ويراجعوا نفسهم ويديهولك حقك ده، فخير وبركه الوضع هيتصلح وما خسرتش الناس. انك انت ترفض وضع انت مش موافق عليه او بترفض حاجه انت مش عايز تعملها، هو في كل الاحوال مكسب ليك. حتى لو انت خسرت، حتى لو انت خسرت لوقت معين، لو ركزت شويه هتلاقي ان انت ما كنتش كسبان اساسا. يعني الناس دي اساسا لو سابتك علشان انت عايز حقك يبقى هم اصلا ما كانوش بيحبوك من الاول، صح؟ يعني مثلا عمركم شفتوا مدير في الشغل لاقيك ان انت ما عندكش مشكله تشتغل في الاجازات وهيقول لك لا على الطلاق لان انت واخد اجازه والمصحف ابدا لازم ترتاح، ولا هيطلع تربات تتينك
هيستغلك لاخر قطره. يعني لو انتوا شفتوا حد فعلا بيشوف حد موافق ان هو يتنازل عن حقه وهو ما رضيش ياخد حقه، ما استغلش الوضع، يبقوا عرفوني. لان للاسف احنا كده، احنا كلنا يعني. انا اول الناس دي ببقى محتاجه لفت نظر ان انا كده جايه على حق غيري، جايه على حق غيري. بس الحمد لله ساعتها انا مش بخسر الناس دي يعني. وانا يمكن بزعل ان انا اتعميت وخدت حق مش حقي، لكن بصلحه الحمد لله يعني. لكن ساعتها لو حتى لفت نظري خلاص بفهم والدنيا تمام يعني. اكيد مش هخسر حد عايز حقه وانا واخداه منه، انا دايسه عليه يعني، واخداه منه. فدي حاجه وحشه جدا. كويس ان هو طالب بيها اساسا. في حاجه منتشره على الفيسبوك وعلى كل المواقع، يعني منتشره ما بيننا عموما الفتره اللي فاتت، وهي انك العزله. العزله قال الناس كتر زرع، قال الناس كتر ملوخيه، اي حاجه المهم اتقال للناس. العزله حلوه قوي يعني من قلب الحدث. العزله حلوه وبتخلي الانسان رايق الى حد كبير. ولكن هل تعلم عزيزي المشاهد المجاهدة في الصبر على أذى الناس وغباوتهم وجحودهم واللي بيحصل لما تتقابل مع ناس كتير وتتعامل مع ناس كتير، ده عند الله أعظم والله من إن أنت تعتذر الناس. يعني أنا هقول لكم مثال على نفسي. أنا مثلا لما اتجوزت وسافرت أنا بطلت أشوف تقريبا 3/4 الناس، فبالتالي بطلت أشتم. يعني انا دي كانت حاجه يعني للاسف الشديد يعني ان شاء الله نبطلها خالص نهائيا عن قناعه. بس انا من الناس اللي حد لو استفزني ممكن اشتم. تمام. فانا لما اتجوزت بقى وجيت بقى وقعدت بقى ما بعملش حاجه في حياتي غير ان بربي العيال والكلام ده، بطلت اتعامل مع الناس، فبالتالي بطلت اشتم. انا افتكرت ان انا ايه الحمد لله ربنا تاب عليا، ولكني لما رجعت اتعامل مع بقيت لكن لما حصلت ظروف رجعت اتعامل مع نفس الناس. ايه ده؟ ايه ده انا لسه فاشله. ليه بقى؟ ايه ده ليه بقى؟ لان انا لما اعتزلت فده ما كانش مجاهده مني في حاجه ان انا اختار ان لا بسمع. الرسول عليه الصلاه والسلام كان لسانه حلو، ما كانش بيشتم، ما كانش بيشتم وكان كان بيصبر على الناس، كان بيصبر على الاذى، كان بيتعامل مع كفار قريش، ومع ذلك كان يعني اخلاقه مسمعه من قبل ما يكون رسول عليه الصلاه والسلام، ان هو الصادق الامين. آه فلا ده ما كانش مجاهدة مني ولا اقتداء للرسول ولا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام للأسف الشديد يعني. مش دايما أنا ما كنت فاهمة. لا ده هو بس عشان اعتزلت. فالعزلة ما فيهاش فضل، ما فيهاش مجاهدة، فاهمين؟ لكن لما انت بقى تنخرط في وسط الناس هتقابل ناس كويسين، هتقابل ناس محتاجين ممكن تنفعهم، هتعمل خدمة، هتبتسم في وش بني آدم، هتاخد صدقة. يعني حد هيظلمك، حد هيظلمك، فانت تدعي عليه فتشوف دعوته، فتشوف دعوتك ربنا استجاب لك فيها ولو بعد حين هتصبر ودعوتك هتترد فايمانك هيبقى قوي. الناس مهمه، الناس مفيده يعني. اوكي هتعلمنا الصبر وهتعلمنا كظم الغيظ، هتعلمنا ان احنا ايه نحفظ لساننا شويه وناخد ساعتها بقى عليها ثواب. يعني حتى لما يستفزوك وانت جواك انسان مؤدب وما تردش، فانت كده تاخد ثواب، فاهم؟ غير لما انت تكون قاعد اصلا ما بتتعاملش مع الناس المستفزه. انا كده عملت ايه؟ ما انا يعني ما فيش فضل ليا في اي حاجه، ما فيش مجهود ليا انا عملته في اي حاجه. اوكي. فلا اختلطوا بالناس وما تخافوش وحاولوا تصبروا عليهم، نحسن اخلاقنا في وسط الناس يعني. اوكي. حاجه كمان بقى ان هي لما بتكون زعلانه او مضغوطه بتخرج ده في الاكل، او بتحس ان هي مش عايزه تعمل اي حاجه في حياتها. انا اولا عامله لكم سلسله عن ازاي نتعامل مع المشاعر السلبيه. هي بتبقى جايه عايزه رساله وعايزاك عايزه انك انت تفهم الرساله وتحققها، تحقق الهدف منها. وبعدين الشعور السلبي ده بيمشي، نقول له باي باي. لو انت ما فهمتش وقعدت تعمل حاجات زي اللي انا بعملها كده، اللي هي الاكل النوم الكلام ده، مش هتمشي ومش هيحصل حاجه تانية. انا عامله السلسله، بصوا لمصلحتكم ومصلحه الشعب، شوفوا السلسله بتاعت المشاعر السلبيه اللي انا عاملاها لكم دي. والله هو كلام نظري ومحتاج تدريب، لذلك انا نسيت بقى، انا نسيت الكلام ده لان انا ما اتمرنتش عليه كويس. ورجعت بقى لطبيعتي كده يعني. كنت مضغوطه شويه فانا عايزه اكل كتير، فقلت ايه طب انا هجرب كده اشوف لو هو الاكل هو اللي هيخرجني من المود اللي انا فيه ده. طب خلاص انا هسيب نفسي ومش هفكر بقى لا في تخن ولا في كيتو ولا في كتاكيتو ولا في اي حاجه. وكلت كلت كلت كلت. اول ما اوقف اكل ارجع تاني لنفس المود اللي انا كنت فيه، او واكله تاني. اول ما اوقف اكل ارجع تاني لنفس المود اللي انا فيه، اللي هو سعاده بتدوم لمده 5 دقايق بس. فضلت طول اليوم اكل، معرفش والله معدتي استوعبت ده كله ازاي، بس انا ما حصلش حاجه.
فعلا ما كنتش احسن خالص، بالعكس بالعكس تخمه. فهي دي الحاجه الوحيده اللي انا اتاكدت بيها ان الاكل مش حل فعلا، وان انا كان بيتهيألي ان انا لما اكل هكون كويسه، ولا الهوا ولا له اي لازمه ولا له اي تاثير لحظي 5 دقايق. وبرده كان اوقات بصحى من النوم انا مش عايزه اتحرك من على السرير، انا مش عايزه اعمل اي حاجه، مش عايزه اشيل الورقه دي كده من مكانها. فأتيحت ليا الفرصة، وده طبعا نادرا نادرا ما يحصل، بس هي أتيحت ليا الفرصة ان انا لو مش عايزة اتحرك خالص النهاردة انا مش هتحرك. وفضلت كده مثلا يومين 3 نايمة على الكنبة، والله ما بتحركش، ما بقومش من على مكاني غير للحاجات اللي لازم اعملها، اللي هو لازم، ما ينفعش ان انا ما اتحركش. لقيت ان انا ما كنتش احسن خالص خالص، ولا الهوا، بالعكس ده بقيت اسوأ والله العظيم. وهي دي برضو الحاجة اللي كان لازم اعملها عشان اتأكد ان الراحة الزيادة او ان انا ما اتحركش من مكاني هو ده اللي هيريحني، لا اطلاقا برضو. لكن لما بجبر نفسي مثلا اقوم اطبخ، اجبر نفسي اقوم اعمل فيديو حتى لو محدش هيشوفه، اجبر نفسي اتحرك اعمل الحاجات اللي ورايا، هو ده اللي بيخلي نفسيتي، هو ده اللي بيخلي الحالة النفسية افضل. فمحدش يتمنى ان هو لو كلت كتير مش عارف ايه، يعني لو انتوا جربتوا هتعرفوا ان انا بكلمكم بجد والله، ولا الهوا ولا بتفرق. هبقى اقسم الفيديو ده ريلز او شورتس ولا معرفش بيقولوا عليها ايه، تيك توكات. هبقى اقسمها فيديوهات صغيره علشان هو طويل شويه، عشان اكيد الناس زهقت. ولو اتفرجتوا معايا لاخر الفيديو فاحلى تحيه والله العظيم، متشكره قوي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير. سلام.